يعني ايه جزيرة تبلع 350 سفينة؟ ايه الرقم ده اصلا؟ لو ليك في الغموض تعال اخدك لفة في الخريطة كده على اغرب 5 جزر في العالم، ما مش كل الجزر بحر ورملة وبلبطة. جزيرة الدمية أو العرايس اللعبة دي في المكسيك، تخيل إنك بتتمشى فيها وكل ما تبص على شجرة أو بيت أو أي حاجة تلاقي عرايس أطفال قديمة جدا بصالة، شكلها مرعب زي ما أنت شايف كده. العرايس دي على واحد اسمه جوليان سانتانا، قال إيه عشان يريح روح طفلة غرقت زمان جنب الجزيرة، ومن وقتها كل الناس بتقول إن العرايس دي بتتحرك بالليل وبتهمس بأصوات مرعبة. العجيب بقى إن هم سنة 2001 لقوا جوليان سانتانا ده نفسه غرقان على شط الجزيرة. دي بقى جزيرة الموت في إيطاليا، سموها كده لأن في القرن ال 18 وال 19 اتحولت لمقبرة جماعية للآلاف من مرضى الطاعون اللي كانوا بيعزلوهم هناك. مش بس كده، لا، دي اتحولت بعدها لمستشفى للمجانين اللي كانوا بيموتوا برضه بسبب التجارب اللي كانت بتتعمل عليهم. طبعا الجزيرة كلها مهجورة ومحظور زيارتها، مش عارف لو مش محظورة الصراحة مين اللي كان هيروح. ما يغركش جمالها وسحر الطبيعة اللي انت شايفه ده والحصانة الكيوت دي، عشان دي مقبرة المحيط الأطلنطي، غرق فيها أكتر من 350 سفينة على مر التاريخ. أنت مستوعب الرقم؟ وده ليه بقى؟ لأنها مليانة رمال متحركة وضباب كثيف جدا بيغطيها طول الوقت، ولحد دلوقتي الطريقة اللي اختفت بيها السفن فيها لغز محير محدش فاهمه. اكيد شفت الصوره دي على الديسك توب قبل كده، دي بقى تماثيل الموايا العملاقه المشهوره بيها جزيره ايستر، اوزانها لوحدها بتوصل لعشرات الاطنان وعددها 887 تمثال. الغموض في الجزيره دي ان محدش عارف لحد دلوقتي مين اللي نحت التماثيل دي وازاي قدروا ينقلوها من مكانها الاصلي لحد الشط، لان العلماء اكدوا ان مش ده المكان اللي اتنحتت فيه، وده بيخليها واحده من اكبر الالغاز في التاريخ اللي محدش عارف يحلها. دي زي ما انت شايف كده شكلها لوحده عجيب، تحسها قلعة ضخمة أو مدينة وسط البحر مش جزيرة. كانوا بيسموها جزيرة الجحيم أو جزيرة السجن عشان قبل وأثناء الحرب العالمية التانية كانت اليابان بتشغل الأسرى الصينيين والكوريين فيها في مناجم الفحم. دلوقتي الجزيرة بقت زي ما انت شايف مدينة أشباح مرعبة ومفتوحة بس لعدد قليل جدا من السياح. بعد اللفة السريعة دي لو جاتلك دعوة تروح واحدة فيهم، تبدأ هتحب تروح أنو جزيرة؟